احلى حاجه في العيد هو البسكوت. نصحى كده الصبح نسقيه في كوبايه شاي او شاي بلبن. هنعمل مع بعض بسكوت الزبده مقرمش بس في نفس الوقت دايب. واحلى حاجه في البسكوت انه يكون اخد لون ذهبي كده حلو من تحت ومن فوق. انا من الناس اللي مش بتحب البسكوت يكون لونه فاتح، لازم ياخد تحميصه حلوه كده في الفرن عشان يكون مقرمش وفي نفس الوقت دايب. شايفين بقى من تحت ومن فوق عامل ازاي؟ نفس الدرجه. اسمعوا كده القرمشه. كمان تعرفوا نجاح البسكوت ان النقشه بتاعته ما تروحش منه، واحلى حاجه فيه انكم لما تسقوه في كوبايه الشاي مش بيسقط ويقع كده في الشاي، لا بيكون متماسك. اول حاجه هوزن ربع كيلو من السمنه على زبده، ده مقدار كيلو الا ربع من البسكوت، وكمان هكتب لكم مقدار الكيلو ونص، وطبعا لو حابين تعملوا 3 كيلو هتضاعفوا الكميه. وزنت هنا ربع كيلو من السمنه على زبده اللي هو 250 جرام، وبعدين هوزن السكر. هوزن بقى 250 جرام من السكر الباودر اللي هو ربع كيلو. ودلوقتي هوزن كيلو الا ربع من الدقيق، ولازم نختار دقيق يكون نوع كويس مناسب لنوايا العيد. بعد ما وزنت 750 جرام من الدقيق اللي هو كيلو الا ربع هركنه على جنب. دلوقتي بقى هحضر خليط النشادر. عندي هنا ربع كوبايه من الحليب الدافي، ضفت عليها نص معلقه كبيره ممسوحه من النشادر وهقلبهم مع بعض. بالمضرب او العجان هضيف السمنه والسكر مع بعض، وبعدين هضربهم كويس جدا لحد ما يكون لونهم فاتح تماما. بصوا بقى انا ضربت فيه لحد ما لونه بقى فاتح تماما. الزبده الاول كانت صفرة دلوقتي بقت فاتحه تماما. اهم حاجه هي الخطوه دي. بعدين هضيف بيضتين بدرجه حراره الغرفه، عليها رشه من الفانيليا، هضيف بيضه بيضه. اهم حاجه ان تكون بدرجه حراره المطبخ عشان الزبده ما تفصلش معايا. هلم كده الجوانب بالسباتولا عشان كله يندمج مع بعضه. ودلوقتي بقى هضيف الحليب اللي دوبنا فيه النشادر على الزبده. كده خلاص بقت جاهزة. مهمة العجان أول ما أضرب خلصت. ودلوقتي بقى هضيف الدقيق بتاعي، ده الكيلو الا ربع من الدقيق اللي هو 750 جرام. ضفت عليه نص معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهنزل بالدقيق شوية بشوية على الزبدة وأقلبه. هضيف بقى شوية بشوية وأعجن بإيدي لحد ما توصل معايا العجينة متماسكة. عايزة أقول لكم المقدار ده مظبوط جدا جدا، يعني مش هتحتاجوا تزودوا حتى معلقة لبن. لكن لو قللتوا بيض، يعني لو استخدمتوا مثلا بدل البيضتين بيضة واحدة أو بيض صغير، فوقتها ممكن تحتاجوا تزودوا لبن. لكن لو التزمتوا إن انتوا ضفتوا بيضتين كبار مش هتحتاجوا أبدا تضيفوا لبن. بصوا متماسكة ازاي ومش بتشقق. شكلتها بقى في ماكينة البسكوت ورصيتها في الصواني. دلوقتي بقى هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف وسط لحد كده ما البسكوت ياخد لون جولدن حلو. هنطفي عليه. زاد معايا بقى شوية، كان عندي قطاعات كده بتاعة البسكوت او السابليه، عملت بيه اشكال وحطيته برده في الصينية. البسكوت ده غير بسكوت القمع. بسكوت القمع بيكون الدقيق بتاعه قليل عشان يمشي في القمع معاكم، اما بسكوت المكنة فبيكون ماسك نفسه. شكلت كده كذا شكل وبعدين حطيته برده في صينية ودخلته الفرن. درجة تسوية البسكوت ترجع لكم، في ناس بتحبه فاتح وفي ناس بتحبه جولدن غامق كده زي ما انا بحبه بالشكل ده بالظبط. هو هنا اخد لون موحد من تحت ومن فوق بصراحة ولا غلطة. جربوا الطريقة دي بالبسكوت بجد هتعجبكم قوي، حتى لو جربتوا مقدار صغير انا متأكدة ان انتوا هتكرروا. ودي بقى الاشكال اللي احنا عملناها بعد ما استوت، حلوة جدا وتنفع مع الاطفال. انا كده خلصت الوصفة. استنوا باقي وصفات العيد. مع السلامة.